أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وبارك عليه في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائمون، نزف إليكم تحية عطرة مباركة في هذه الأيام المباركة من خواتيم شهر الصيام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى على ظاهرة من الظواهر السلبية التي نراها عند بعض الصائمين وليس كل الصائمين. إنها ظاهرة الغضب والشجار والخصام الذي نراه عند بعض الصائمين. ولو أن هذه الظاهرة ولله الحمد والمنة بدأت تضعف ويعني تتلاشى من مجتمعنا ولله الحمد والمنة، ولكن بقيت بعض الظواهر السلبية عند بعض الصائمين. الأصل في الصائم أنه عندما يصوم لا يصوم عن الجوع والعطش فقط، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكأنه يتعب نفسه يمتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويعتقد أنه بامتناعه عن الأكل والشرب قد حقق الصيام الحقيقي. أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه وهو يتكلم على أنواع الصيام فقال: هناك صوم العوام وهو صوم عن الأكل والشرب وفقط، وهناك صوم الخصوص وهو صوم عن الأكل والشرب وصوم للجوارح، أي تصوم عيناك وتصوم أذناك وتصوم يداك وتصوم أعز الله أقداركم رجلاك وتصوم كل جوارحك، تجعل بين جوارحك وبين المعاصي حاجزا ومانعا، هذا صوم الخصوص. وهناك صوم خصوص الخصوص وهو صوم القلب عن الدنيا وعن كل شهوات الدنيا. ويقول أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه على أن هذا النوع من الصيام هو صوم خاص بالنبيين والصديقين والصالحين الذين وصلوا إلى أعلى المراتب في طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن النوع الثاني من أنواع الصيام، ألا وهو صوم الجوارح. فالصائم الذي يعتقد أنه بإقامه للمشاحنات وأنواع الشجار والخصام والعياذ بالله، وربما يخرج كلاما فاجرا وكلاما لا يليق فيؤذي به مشاعر الصائمين، ويتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن خصلة من خصال النفاق، قال: وإذا خاصم فجر، أي أنه إذا تشاجر مع أحد من خلق الله سبحانه وتعالى يخرج فجورا من لسانه، يخرج كلاما فاحشا وكلاما بذيئا وكلاما سليطا والعياذ بالله. فالأصل في الصائم أن يكون صومه الصوم الحقيقي، صوم الجوارح، يصوم لسانه وتصوم عيناه وتصوم كل جوارحه عن المعاصي والذنوب حتى يحقق الصوم الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فندعو الصائمين وخاصة الذين لهم ارتباطات بعادات سيئة كالتدخين والعياذ بالله، فتجد تأثير تلك الآفة في نفسيته يخرجها غضبا وشجارا وخصاما في مدرسة الصيام. إن مدرسة الصيام هي مدرسة العيش مع الله سبحانه وتعالى، لا مدرسة الخصام والشجار والإكثار من الخصومات التي تبعد الصائم عن حقيقة الصيام، ألا وهو تحقيق التقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد لإخواننا الذين ما زالوا لم يفقهوا مدرسة الصيام. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.